السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. يلا بقى جايبه لكم سر تتبيله الفراخ المشويه، هتعجبكم قوي. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان نشوف بقى ايه السر في الفراخ المشويه اللي بتخليكي تاكلي فراخ مشويه احلى واطعم وانضف من الفراخ اللي بره. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان نشوف بقى عملنا الفرخه اللي شكلها تحفه اصلا ده ويفتح النفس ده ازاي. لو انتوا اول مره تسمعوا يعني تشتركوا معايا تسمعوا لي فيديوهات، اتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل حاجه بعملها لكم توصلكوا اول باول. يلا بقى انتوا كالعاده بقى اللي متابعني عارف ان مليكه لازم تحط التاتش بتاعها وانا بغرف الاكل ده الطبيعي. يلا بقى نقول لكم التتبيله. بصلتين 2، طماطمايه، قرن شطه. ضربتهم عندك، عايز تضربوهم في الكبه ماشي، عايز تضربوهم في الخلاط ماشي. اهو زي ما انتوا شفتوا خلاص اهوت، من غير ميه ومن غير اي حاجه. حلاوه الكبه عن الخلاط اللي هي بتفرم لك البصل كويس وبتطلع لك الميه اللي فيه. الخلاط لازم تحطي فيه ميه عشان يضرب، عشان الطماطم تتضرب او البصل يتضرب وكده. زي ما انتم شايفين بقى التوابل اهي، ملح وفلفل وكمون، 7 بهارات، بشر جوز الطيب، ورق لورا، حبهان مطحون. زي ما انتم شايفين بقى الحاجات دي كلها اهي. هتحطي بقى معلقه زيت، اهم حاجه ما تنسيش معلقتين الخل. زي ما انتم شايفين حطيت اهوت، اهم حاجه معلقتين الخل. معلقتين الخل هتخلي الانسجه بتاعه الفراخ معاكي تدوب كده وتستوي على طول. ما عندك بقى حب انت بتحبيها تكون سبايسي، يعني تكون التتبيله فيها سنه شطه صغيره كده، حطي معلقه هريسه شطه. ويا سلام بقى لما تحطي عصره الليمون. زي ما انتم شايفين اهوت، عصره الليمونه برده حلوه قوي، يعني برده بتعزز الطعم وتخلي طعم الفراخ يكون حلو وفريش كده. حابه تضربي اللي هو الورق اللورا في الكبه مع الحاجه اللي انت حطيتيها ماشي براحتك. وطبعا طبعا علبه الزبادي اساسي، علبه زبادي. طبعا انا ما عنديش زبادي، حطي نص كوبايه لبن عادي، هتعمل نفس النتيجه، والله العظيم هتعمل نفس النتيجه. اللبن هو الزبادي، يعني اللبن بيطر الانسجه بتاعه الفراخ. كمان عايز تاكلي فراخ يكون طعمها حلو ومتبله صح، لازم اقل حاجه تسيبها يوم في التتبيله. يوم هتصدقيني، اعمليها بس كده من بالليل، وتاني يوم اعمليها، تاني يوم بقى سويها، هتحسي ان انت بتاكلي فراخ بصي تحفه دايبه وطعم التتبيله باين جدا. والله العظيم انا جربتها، يعني جربتها في البيت اللي انا بتبلها في البيت، واجربها مثلا لو انا في اي ظرف واجيب مثلا من بره. لا بتاعه بره بتحسيها ناشفه مقززه، مفيش طعم التتبيله باين فيها، ماهيش كبيره. بس برضو اهم حاجه وانت بتعملي الفراخ، يعني بتعملي الفراخ المشويه، تنقي الفرخه ما تعديش 2 كيلو عشان تستوي معاكي برضو على طول. زي ما انتم شايفين اهوت، انا يعني ما حبيتش ان انا احطها على شوايه الفحم. شغلت الفرن، عندك فرن غاز عادي او فرن اللي هو اللي بتاع الانبوبه، اللي هو الفرن العادي التاني ده اللي احنا بنخبز فيه العيش وكده ماشي. سبتها بقى على نار هاديه وحطيت من فوق ومن تحت وغطيتها وسبتها على نار هاديه مع نفسها. قلت بقى الفرن بتاع البوتاجاز بقى اعمل فيه الرز المعمر. يعني لو كنت هعمل رز عادي او رز بسمتي كنت احطها في فرن البوتاجاز ده عادي واسيبها برضو مع نفسها. الرز ما انتم شايفين اهوت. هنا بقى كنت خلاص بقى حطينا السمنه وسبته بقى 5 دقايق، وكنت هطلعه بقى هوريهولكوا بقى عامل ازاي. ما شاء الله حبايه من حبايه ومفرفر والحبايه منبته اصلا واخده حقها، والدنيا ما شاء الله ما شاء الله بألف هنا وشفا يعني. كده خلاص الفرخه اهي. بصوا قعدت معايا بالظبط بالظبط في الفرن عشان هي 2 كيلو. قعدت قد ايه؟ قعدت حوالي ساعه وربع. اهم حاجه عشان الفرخه ما تنشفش منك، لو عندك ورق فويل اللي هو الورق السلوفان دوت غطيه بيها، ما عندكيش تحملي تجيبي اي غطا مثلا من بتاع حله وتغطيه بيه، او اي صينيه زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين بقى جبت فحمايه وحطيتها على النار. ما عنديش كانش عندي ورقه فويل يعني احط عليها الفحمه. جبت قشر بصلايه وقدت الفحمايه على النار وحطيت يا دوبك معلقه نقطه زيت، وقمت جايه بقى مغطيه بالصينيه عشان تخلي ريحه الفراخ فحم بقى. يعني بصي احلى من بتشتريها من بره مليون مره. انا هوريكم بقى الرز عامل ازاي. شايفين بقى الجمال. ماما عايزة كشري يا ماما. عايزه ايه يا مليك؟ عايزة كشري. عايزه كشري. حاضر. مليك انا بصي بنعمل فيديو فراخ ورز وهي عايزه كشري. شايفين ما شاء الله الرز اصلا مفرفر ازاي. انا عامل رز. انا
لا قولوا ازيكم عاملين ايه، قولوا ازيكم عاملين ايه. عاملين ايه؟ وحشتوني. وحشتوني. الرز عامل ازاي ما شاء الله. انا مش يعني لو قلت لكم اليوم دوت انا اصلا ازاي كنت عامله الاكل دوت اصلا وانا مش قادره اقوم من مكاني. الفراخ ديت انا كنت متبلاها وحطاها في الفريزر. يا دوبك طلعتها زي ما انتم شايفين، يعني الفرخه ديت انا كنت التتبيله دي كنت عاملاها قبلها بيوم وحطيتها في الفريزر. تاني يوم جيت مثلا حوالي الساعه 3 كده محتاره اعمل الاكل ايه، وقمت جايه مطلعاها يا دوبك فكت بس كده نص ساعه، وقمت جايه مدخلاها فين في الفرن ومغطياها وسايباها مع نفسها. وعملت الرز المعمر ولا بصوا يعني ما حسيتش باي مجهود، لان الفرخه متبلاها قبلها بيوم، والرز المعمر كده كده ما بياخدش معايا وقت. شايفين بقى اصلا شكلها عامل ازاي، شكلها يفتح النفس. وكانت دايبه والله بجد، التتبيله دي كانت بصوا تحفه. انا بس اللي كان المفروض اعمله كنت اقطع بقى بطاطسايه كده واحطها تحت الفرخه، كانت هتاخد بقى الصوص بقى والحاجات دي كلها والطعم الحلو. بس ان شاء الله الفرخه الجايه انا متبله كده كده فرختين. والرز اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. ويا دوبك بس قطعت طماطمايه كده وحطيت عليها شويه ملح وكمون وشطه صغيرين. وكان عندي كاتشب ومايونيز وحلو قوي بارك الله فيما رزق. ايه رايكم بقى في اكله النهارده؟ اتمنى تعجبكم، واتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. والله بقى ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. متنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما اقول لهم سلام عليكم. السلام عليكم.